الزمالك 46، بيراميدز 44، الاهلي اهو، الاهلي 44. انت متخيل لو كان الاهلي كسب سيراميكا كان الاهلي كام؟ في ماتش للزمالك وخد النقطه. لا، ما دي وائل، دي حقهم. لا يا مهيب، لا يا مهيب، يا وائل، انت بتتكلم في حاجه بتحصل في كل العالم. انا معاك يا حبيبي، انا معاك. هرجع اقول لك تاني، كل نادي استفاد، مش الاهلي بس. طب بص للجدول. بس انتوا عمالين تصدروا حاجه والدوري اصلا لسه لا خلاص يا وائل، مش بنصدر. استنى بس، الدوري لسه يا مهيب. طب تخيل بقى ان النادي الاهلي خد الدوري، ايه اللي هيحصل؟ طب ما عادي، ما عادي، ما نفضل على حق. طيب ما تتكلم في حاجه كمان استفدت منها قبل كده. نسمع بعض. انت اتكلمت في حاجه استفدت منها قبل كده واتضريت منها قبل كده، وكل الانديه لكن لما ابقى محتاجها معلش والنبي يا جماعه، معلش هو انت يعني بتحتاجها وقت ما انت تعوزها وما تحتاجهاش وقت ما تحتاجهاش. بعد اللي اذنك انا بتكلم فيه واستفدت بالضبط. بعد اذنكم انزل لي بالجدول تاني. انسى. معلش، انت متخيل النادي الاهلي النهارده لو ضربه الجزاء دي اتحسبت ودخلت جول والاهلي حصل على 3 نقاط كان زمانه اول. طبعا كان زمانه اول. عارف يعني ايه اول؟ يعني 46 متساوي مع نادي الزمالك، يعني ما بين الاهلي والزمالك ممكن مباراه بينهم هي الفاصله. في فرق يا كابتن بتكسب دوري ابطال اوروبا بالكورنر. ايوه بالظبط.